الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فدرسنا بإذن الله تبارك وتعالى هو الرابع من ذكر سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا ثلاث مجالس ذكرنا فيها مقدمة، وذكرنا ترجمة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وثنينا بسودة بنت زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين. يبقى أول زوجات الرسول هي خديجة بنت خويلد الأسدية، الثانية سودة بنت زمعة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في ذكر أخبار عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنها. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي ثالث امرأة تزوجها الرسول الكريم. تزوج بخديجة، فلم يتزوج على خديجة حتى قبضت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتزوج بعدها بمن؟ بسودة بنت زمعة. انفردت برسول الله كم؟ 3 سنوات قبل أن يتزوج بعائشة. بعدها تزوج بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والأخبار فيها طويلة. فعائشة هي أم المؤمنين، أم عبد الله، كناها بهذه الكنية من؟ الرسول الكريم. هي لم يكن لها ولد، ولكن كناها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أخيها عبد الله بن الزبير. أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقيهة الربانية، هكذا قال الزركشي. أمها أم رومان، يبقى أبوها أبو بكر كما سيأتي، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. أمها أم رومان. ليه بقى؟ لأن سيأتي عائشة ستقول: وعيت أبوي وهما على الدين. طيب أسماء بنت أبي بكر بعد الهجرة هتقول للرسول الكريم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة وكانت على الشرك، أفأصلها؟ قال لها الرسول الكريم: صلي أمك. إزاي بقى؟ أم أسماء مشركة، وعائشة تقول: ما وعيت أبوي إلا وهما على الدين، لأن أم أسماء غير أم عائشة. فعائشة تقول: وعيت أبوي وهما يدينان الدين. فهي أمها أم رومان عشان نفرق بينها وبين أم أسماء. ولدت سنة 4 من النبوة، ولدت بعد مبعث النبي بكم؟ ب4 سنوات بعدما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي قال: هي أصغر من فاطمة ب8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني كان على الإسلام. طبعا أبواها أبو بكر وأم رومان من السابقين الأولين في الإسلام. فعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان هذا اسمه، لكن لقبه أبو بكر. أمها أم رومان كما قلنا ولدت بعد المبعث ب4 سنين أو 5. تزوجها النبي وهي بنت 6 سنين، وهذا سيأتي. عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وهذا سيأتي. وكانت أحب أزواج إليه، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. كل نساء الرسول الكريم كن ثيبات. البكر الوحيدة من؟ عائشة. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف، يعني فراش امرأة، سواها، وهذه منقبة لمن؟ لها كما سيأتي. وكانت أعلم نساء النبي، بل هي أعلم نساء الأمة على الإطلاق، بدليل أن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون في كثير من الأمر إلى قولها ويستفتونها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي في 18 من عمرها، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة 58 ليلة الثلاثاء 17 من رمضان،
وصلى عليها أبو هريرة كنائب للأمير، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. لو احنا قارنا بين هذه التواريخ، ولدت سنة 4 من الهجرة، مات النبي وعمرها كم؟ 18 سنة، ماتت سنة 58، سنجد أنها عمرت بعد رسول الله كم؟ 45 سنة. يبقى عائشة مكثت بعد الرسول تعلم العلم وتنشر العلم الذي تعلمته عن رسول الله، مكثت كم؟ ما يقارب نصف قرن. وهذا كان مقصود من حكم الله تبارك وتعالى، أن الرسول تزوجها وهي صغيرة شابة قد اكتملت وبلغ عقلها، فتحملت العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه علما كثيرا يموت معها العلم لو كانت مسنة، ولكن لما كانت صغيرة السن مكثت بعد الرسول الكريم حوالي نصف قرن. وهذه من جملة حكم أنه تزوجها وهي صغيرة لكي تبقى بعده لتنشر عنه هذا الإسلام وهذا الدين وهذا العلم الذي تحملته عن زوجها بل عن نبيها صلى الله عليه وسلم. يجي بقى الجماعة المرضى العقول ولا يفهمون ولا يقدرون قدر أن هذا رسول الله وهذه زوجه التي تزوجها عن طريق الوحي، ويستغربون ويستعجبون كيف يعقد النبي على بنت لها 6 سنين، وكيف يدخل بها وهي بنت 9 سنين. الأمر دوت لو كان منكر في زمانه، هذا الأمر لو كان منكر، أعداء الرسول في هذا الوقت كانوا قد إيه؟ كل البشرية كانت تعادي الرسول، فلو كان هذا الأمر فيه مطعن ما سكتوا، ولكن هذا أمر عادي. بنت وقد بلغت المحيض وبلغت اكتمال العقل، فلماذا لا تتزوج؟ فليس غريبا ولا عجيبا، وهذا كما قلنا من حكم الله تبارك وتعالى لكي تبقى عائشة لتعلم العلم الذي تحملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مناقبها فكثيرة. الحافظ ابن كثير قال كان لها مآثر. إيه هي المآثر يا أخوانا؟ جمع مأثرة، والمآثر هي الصفات الخيرة أو الأعمال الخيرة والصفات الحسنة والأفعال الحميدة التي يبقى ذكرها بعد وفاة الإنسان، اسمها يا أخوانا المآثر، مفردها مأثرة. كان لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن وفي السنة. عني بذكر هذه الفضائل والمناقب جماعة من أهل العلم، جماعة كبيرة من أهل العلم ذكروا مناقب ومآثر عائشة، منهم الإمام البخاري في أحاديث في الصحيح بتتكلم عن مناقب، لأن البخاري عنده كتاب اسمه مناقب ذكر فيها مناقب المهاجرين ومناقب الأنصار. منهم البخاري والإمام مسلم والآجري والسهيلي وابن الأثير وابن عساكر والنووي والمحب الطبري شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير والزركشي وابن حجر والصالحي والسفاريني وغيرهم اهتموا بذكر مناقب عائشة. طب هم ذكروا مناقب عائشة وذكروا مناقب غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أكثروا من ذكر مناقب عائشة. لماذا؟ لأن المنافقون لما حسدوها، المنافقون حسدوا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرموها بما قد برأها الله تعالى منه، عندنا في سورة النور، وأنزل فيها القرآن، وأكذب يعني كذب، وأكذب فيه من رماها بباطله، فسر الله عز وجل به رسوله، لأن هذا الأمر استمر كم؟ سنة كاملة، والرسول يقول والله لا أعلم على أهلي إلا خيرا، كيف برجل يؤذيني في أهلي، بيتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. فلما رب العالمين برأها من فوق 7 طباق فسر بذلك الرسول الكريم، وأقر الله عز وجل به أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني يعني اهتم عني العلماء بذكر فضائلها، لأن عائشة عندها فضيلة إن رب العالمين برأها مما رموها به المنافقون. عائشة الوحيدة من الزوجات الرسول عندها خصيصة، من يطعن فيها بما برأها منه رب العالمين فهو كافر بالإجماع.
اللي يرمى عائشة بالفحشاء بعدما برأها منه رب العالمين في القرآن حكمه كافر بالإجماع. ليه؟ لأنه مكذب لرب العالمين الذي قال الطيبات للطيبين. فإذا كان الرسول طيبا فزوجاته أطيب الطيبات وأطيبهن على الإطلاق عائشة. طعن فيها بهذا الأمر بالإجماع، لأنه لو فعل ذلك يكون مكذبا لله في القرآن. طبعا أول منقبة من مناقب عائشة، وهذه منقبة تشاركها فيها غيرها من زوجات الرسول، أنها من أزواج النبي، وهي كون المرأة تكون زوجة للرسول الكريم أليست منقبة؟ نعم. قال الآجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كل زوجات الرسول هن أمهات للمؤمنين، فضلهن الله تبارك وتعالى برسوله. كون الواحدة منهن يتزوجها الرسول بتعمل إيه؟ تترقى. فضلهن رب العالمين برسوله صلى الله عليه وسلم. العلامة الشنقيطي يقول: جعلها الله زوجة لأطيب الطيبين، لأن أطيب الطيبين على الإطلاق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن كثير قال: وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجورهن بخلاف غيرهن. قال ابن حزم: إن أزواجه عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق، قول لم يسبق إليه وهو أضعف الأقوال. أحب الناس وأفضل الناس على الإطلاق من؟ أبو بكر، ثم عائشة، وهذا سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين في كتابه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن كأحد، ما معنى لستن كأحد من النساء؟ يعني في الفضل والشرف. لستن كأحد من النساء فين؟ في الفضل والشرف. إن اتقيتن، تقوى يعني خفتن الله، فبين أن الفضيلة تتم لهن بشرط ماذا؟ التقوى. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. طب قد يسأل سائل: هل اتقينا الله؟ نعم. ولذلك شرف الله تعالى أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة، البر يعني، والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. يقول الله تبارك وتعالى عنهن أيضا في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. شيخ الإسلام يقول: وهن ولله الحمد قنتنا لله ورسوله، لأن رب العالمين بيقول إيه؟ من يقنت، من ما نعرفش بقى هيحصل ولا لا، من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. طب حصل القنوت منهن ولا نعم؟ قال ابن تيمية: وهن ولله الحمد قنتنا، والقنوت هي العبادة وطول العبادة والتذلل والخضوع والخشوع لله رب العالمين. وهن ولله الحمد قنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فاستحققنا الأجر مرتين. البخاري روى بإسناد إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. يقول: فأتيته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. في منقبة بعد كده: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يبقى أحب إنسانين على الإطلاق للرسول من؟ عائشة وأبو بكر. الحافظ ابن حجر الذهبي يقول: وهذا خبر ثابت، اللي هو خبر حديث البخاري. عمرو بيقول: سألت الرسول من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: أو من الرجال؟ قال: أبوها. قال ابن الذهبي: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض. من هم الروافض؟ الشيعة. طب هم شيعة؟ لا، ليسوا شيعة لعلي، سميهم بأسمائهم، سميهم عنهم، والكلام ده قلته وهقوله تاني. إما أن تقول الروافض، وإما أن تقول الإمامية، وإما أن تقول الإثنى عشرية.
وإما أن تقول الجعفرية، أنت حر، لكن هم شيعة، إحنا شيعة علي، نحن والله شيعة علي. أما هؤلاء خلي بالكم لا بيحبوا كلمة جعافرة الجعفرية ولا الروافض ولا الإمامية، يحبون من يسميهم بالشيعة، فلا تنخدع، هم ليسوا بشيعة علي، هم روافض. قال وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، الرسول لا يحب إلا إيه؟ إلا طيب، فكونه يحب أبا بكر فدل ذلك على أن أبي بكر كان طيبا، وعائشة فدل ذلك على أن عائشة كانت طيبة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فأحب وأفضل رجل من أمة الرسول الكريم، أحب أفضل رجل اللي هو مين؟ أبو بكر، وأفضل امرأة في أمته. يقول ابن الذهبي فمن أبغض حبيبي رسول الله، حبيبي اثنين يعني، المفروض انهم ايه؟ حبيبين، حذفنا النون للإضافة. فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. طبعا احنا الروافض يبغضون أبا بكر ويبغضون عائشة، وهذا أمر معروف ويعني مبذول على قنوات الروافض على كثرتها، لا كثرها الله رب العالمين. دايما كده يستطيلون في عرض من؟ أبي بكر وفي عرض عائشة. حتى إن الخميني عليه لعنة الله كان يقوم الصبح عنده دعاء، له دعاء يدعو به كل يوم، يقول اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما. هو في الدعاء اللعين هذا يدعو على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، ويقول هو لعنه الله، ويقول لعنة الله على صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما. ولذلك الخميني أفتى علماء زمانه قديما، في زمانه يعني، أنه كان كافرا مرتدا. طيب فيه ناس من عندنا هنا فرحت بالخميني وذهبوا إليه وهنأوه، نعم، ويعتبرونه إمام من أئمة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أهل الخذلان. فالرجل يقول فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. قال الذهبي وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، يعني حاجة معروفة من الدنيا بالضرورة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحب من؟ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي بيان خبر زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9، يبقى عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها، انتقلت إلى بيته ودخل بها وهي بنت كم؟ 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. قال وهذا أمر لا خلاف فيه بين الناس. وزواجه منها رضي الله تبارك وتعالى عنها كان بوحي من الله، وهذا من خصائصها. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، يعني أراني الله إياك في المنام مرتين، وهذا قبل زواجه منها. أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، سرقة حرير يعني قطعة إيه؟ حرير، كالصورة أو كالمرآة، يحملك في سرقة حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. لما رآها الرسول في سرقة الحرير قال إيه؟ إن يكن هذا من عند الله يمضه.
وفي رواية رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، أو فإذا أنت هي، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه. تمام يا أخوانا؟ طبعا وإحنا عندنا رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي، وهذا أمر معلوم ومنقول عن أئمة الإسلام باستفاضة. طيب، هو رآها في المنام، جاء بهذه الصورة، يعني سرقة الحرير، قطعة الحرير الذي جاء بها، ملك ولا رجل؟ اصلك انت ممكن واحد ربنا يكرمك كده ويبتليك بواحد من جماعة مرضى القلوب، اللي هو أول حاجة يكذب على طول، يقول لك ازاي يا عم انت بتقول ان البخاري روى ان هو جاء بها رجل في المنام للرسول، وفي رواية تانية بتقول انه جاء بها ايه؟ الملك. طب هو ملك ولا رجل؟ الملك لما يأتي للنبي يأتيه كثيرا في صورة رجل، بس خلص. ملك في صورة رجل. لما يكون الإنسان قلبه طيب وأراد رب العالمين له الخير، لما يلاقي حاجة زي كده يقول آمنا به كل من عنده ربنا، ويسأل أهل الذكر. لكن الإنسان اللي عنده مرض، بص ما احنا بنقول لكم ان البخاري ده عنده مشاكل يا اخوانا. في حديث بيقول انه هو اللي جاء بالسرقة او السرقة ملك، في حديث تاني الذي جاء بالسرقة رجل. طب هو رجل ولا ملك؟ ويحمله ذلك على تكذيب الايه؟ الحديث. لكن الإنسان الدين الذي يرد عليه هذا أمر كهذا يعمل بقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول الذي جاء بالسرقة وفيها صورة عائشة ملك، ولكن في صورة إيه؟ في صورة رجل. يبقى معنى ذلك إن الرسول الكريم رب العالمين أوحى إليه أن يتزوج عائشة، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وهذا أمر يشاركها فيه كل زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، زوجاته في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. أخرج البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال ابن عساكر ولا يظن به، يعني عمار بن ياسر جاب الكلام ده منين؟ هم كانوا يأتون بالأمر من عند أنفسهم. ابن عساكر يقول ولا يظن به أن يتقلد هذا القول إلا بالعلم اليقين المنقول عن مين؟ عن الرسول الكريم. معنى ذلك أن عمار بن ياسر من قال له هذا الكلام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث أن الرسول الكريم جاءه الملك بسرقة من حرير فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أما ترضين، يقول لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ هذه منقبة عظيمة جدا لعائشة، فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. فقال الحافظ ابن الذهبي نشهد الله تعالى أو نشهد، ونحن كذلك نشهد والحمد لله، نشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. اشهدوا يا أخوانا بهذا أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. طبعا عندنا يعني منقبة شاركها فيها من؟ خديجة، ألا وهي أن جبريل أرسل إليها سلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس خديجة من الذي أقرأ خديجة السلام؟ الله. نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة تأتيك بطعام، بإدام، يعني إناء فيه طعام، فأقرئها من ربها السلام ومني. فجاء جبريل ناقلا وحاملا للسلام من الله إلى خديجة، فقال فأقرئها من ربها ومني السلام. فكانت خديجة على علم عظيم، فقالت الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العلم، قالت له الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فجاءها السلام من جبريل، وهو لا يفعل شيء من عند مين؟ من عند نفسه. فقد روى البخاري بإسناد إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش. ولها ممكن نقولها بعد كده حاجة في اللغة العربية اسمها الترخيم، حاجة اسمها الترخيم، يعني واحدة اسمها عائشة نقول لها ايه؟ يا عائش. عبلة: يا عبلو، كما كان يقول عنتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. يعني يقرئك السلام؟ يعني يسلم عليك. هذا جبريل يسلم عليك. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة عظيمة كريمة أن يأتي جبريل أو يرسل بالسلام إلى الرسول الكريم. إلى من؟ إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. ونقف عند هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، ونتم في الدرس المقبل. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم.